النهاردة هنغوص في قصة بصراحة قصة ملهمة وفيها دروس كتير قوي جايبينها من المصادر اللي معانا عن شخص يعني قدر يبقى مليونير وعنده يدوب 26 سنة. بس دي البداية بس. بالظبط، وفجأة خسر كل ده. بنتكلم عن ديف رمزي ورحلته الصعبة قوي للحرية المالية. فعلا قصة تستحق ان نقف عندها، بتوضح ازاي ثروة ممكن تبان انها ضخمة قوي، لكن في الحقيقة الأساس بتاعها ضعيف جدا، قايمة كلها على الديون. والأهم من ده كله إن الانهيار اللي حصل له ده ما كانش نهاية القصة، لا، ده كان يعني نقطة تحول أساسية في حياته كلها. تمام. المصادر بتقول إنه في وقت نجاحه ده اللي هو كان نجاح ظاهري، يعني كان دخله في السنة أكتر من $250,000، وإحنا بنتكلم في أواخر الثمانينات، يعني مبلغ رهيب وقتها. طبعا مبلغ ضخم جدا بمقاييس الوقت ده جدا. بس الفكرة إن كل ده كان قايم على شبكة ديون وقروض معقدة قوي. ياخد قرض عشان يشتري عقارات، ويرجع ياخد قروض تانية بضمان العقارات دي عشان يشتري أكتر. أيوة، دايرة كده. وهو بقى كان شايف نفسه إيه؟ مستثمر عبقري مفيش زيه. للأسف العقلية دي منتشرة جدا، يعني حتى دلوقتي فكرة اشتري دلوقتي وادفع بعدين، أو حقق أحلامك بالقرض فورا. الإحصائيات في المصادر بتقول إن حوالي 78% من الناس في مجتمعات كتير عايشين كده، من المرتب للمرتب زي ما بيقولوا، مستنيين فلوس الشهر الجاي عشان يدفعوا بيها فواتير الشهر ده. ورمزي نفسه مع إنه كان مليونير وقع في نفس الفخ ده، ويمكن أعمق كمان بسبب حجم الديون المهول اللي كان عليه. وهنا بقى بتحصل الكارثة، الدراما الحقيقية. بنك من البنوك الكبيرة اللي كان واخد منهم قروض اتباع لبنك تاني. البنك الجديد ده قرر يشدد سياسته الائتمانية فورا. قالوا له سدد ملايين الدولارات خلال 90 يوم بس. يا نهار أبيض، 90 يوم؟ أيوة، وشوية وبنك تاني عمل نفس الموضوع. ده غير إن سوق العقارات نفسه بدأ يقع في الوقت ده. فجأة لقى نفسه يعني محاصر من كل ناحية، مفلس تماما. المصادر بتوصف لحظة صعبة جدا، قاعد في بيته اللي شبه فضي مع مراته وبيسأل نفسه أنا إزاي وصلت لكده؟ ده أنا كنت فاكر نفسي ذكي قوي. النقطة المهمة هنا بقى واللي المصادر بتركز عليها إنه ما عملش اللي ناس كتير ممكن تعمله. يعني ما دورش على قرض جديد عشان يحل المشكلة مؤقتا، ما لمش الظروف والبنوك وبس. لا، هو وقف وقفة حقيقية مع نفسه، بدأ يدور على سبب المشكلة الأصلي، جدرها فين، واكتشف إن الأزمة مش بس فلوس وسوق وبنوك، لا، دي أزمة عقلية، أزمة ثقافة تربى عليها بتشجع الاقتراض والاستهلاك عشان المظاهر والعيش بمستوى أعلى من إمكانياته. فعلا. ومن هنا بقى بدأ التغيير الحقيقي. غير منهجه 180 درجة. أول حاجة أعلن أفلاسه عشان يوقف سيل الديون ده، وبعدين بدأ يشتغل أي شغلانة تيجي قدامه عشان بس يعيش هو وأسرته. والأهم إنه بدأ يحط خطة منظمة جدا عشان يسدد كل ديونه، حتى الديون اللي كان ممكن يتخلص منها قانونا بسبب الإفلاس. الخطة دي هي اللي اتشهرت بعد كده باسم كرة الثلج، الدات سنوبول. أيوة، فكرتها تبان بسيطة بس هي عبقرية نفسيا. مش بس فكرة إنك ترتب الديون من الصغير للكبير وتسدد الصغير الأول، لا، التأثير النفسي هو الأهم. لما بتخلص أول دين حتى لو كان مبلغ صغير قوي، بتحس بإنجاز رهيب، بتحس إنك عملت حاجة فعلا. بالظبط، بتاخد دفعة معنوية تخليك عايز تكمل وتخلص الدين اللي بعده. وكل ما تخلص دين، الفلوس اللي كنت بتدفعها للدين ده بتوجهها للدين اللي بعده، فقدرتك على السداد بتزيد، زي كرة التلج اللي بتكبر وهي بتتدحرج، بتعمل زخم كده، مومنتم، بيبقى صعب توقفه بعد شوية. وده يوريك إن تغيير السلوك المالي ده محتاج نفهم نفسنا أكتر ما هو محتاج معادلات حسابية وخلاص. وبعد سنين بقى من الشغل والالتزام الصارم بالخطة دي، هو ومراته قدروا يسددوا آخر دولار كان عليهم. وهنا بقى اكتشف الحاجة الأهم اللي ما كانش متخيلها أصلا، أهم من الفلوس بكتير. اكتشف يعني إيه حرية بجد. الحرية من الديون. أيوة، حر من القلق بتاع الديون ومطاردة البنوك، حر من ضغط المظاهر والسباق اللي ما بيخلص ده عشان نشتري حاجات. والغريبة زي ما المصادر بتقول إنه لقى نفسه مبسوط أكتر بكتير وهو عايش حياة أبسط بكتير من أيام ما كان مليونير بالورق وبالديون. وده بقى اللي بيوصلنا للرسالة الأساسية اللي رمزي بيركز عليها في كل شغله بعد كده. الهدف مش لازم يكون الثراء نفسه،
يعني جمع الفلوس وخلاص، لا، الهدف هو نوصل للحرية المالية. ودي مش بتيجي بإن دخلك يزيد وبس، دي بتبدأ بتغيير جذري في التفكير، في العقلية نفسها تجاه الفلوس، وبعدين بتطبيق مبدأ بسيط قوي في كلامه لكن صعب في تنفيذه: عيش بأقل من إمكانياتك عشان تقدر تعيش بحرية. كلام مهم قوي. مش مهم بتقبض كام، المهم بتصرف كام، وهل عليك ديون ولا لأ. واللي يثير الاهتمام إنه لغاية النهاردة ورغم نجاحه الكبير جدا دلوقتي لسه عايش بنفس المبادئ دي. إذن الخلاصة من قصة ديف رامزي دي زي ما المصادر عرضتها، إن الطريق للحرية المالية ده مش سكة سهلة ولا سريعة، ده ماراثون طويل بيبدأ بتغيير العقلية، وبعدين إننا نواجه الديون بتاعتنا بشجاعة وبنظام، حتى لو بخطوات صغيرة في الأول زي طريقة كرة التلج دي. السؤال اللي فعلا محتاجين نسأله لنفسنا مش إزاي أبقى غني، قد ما هو هل أنا حر ماليا ومستعد أدفع ثمن الحرية دي ولا لأ. بالظبط. ونقطة أخيرة ممكن نفكر فيها كلنا بعيدا عن النصايح المالية نفسها، يمكن القصة دي بتخلينا نراجع حاجات أعمق شوية، نراجع الافتراضات اللي المجتمع حاططها لنا وبنمشي عليها. هل فعلا لازم نبان بمستوى معين حتى لو ده على حساب راحتنا النفسية والمالية؟ هل ممكن يكون الطريق التاني اللي يمكن يبان أصعب في الأول وفيه تضحية هو اللي بيوصل للراحة الحقيقية والاستقرار على المدى الطويل؟ فعلا سؤال مهم يستدعي التأمل.